اهلا وسهلا. وصفتنا ديال اليوم هما هاد لي مافن هادو بالقرعه الحمراء، كيجيو اكثر من رائعين وصحيين 100%. تحضروهم لوليداتكم ويديو معاهم للمدرسه. شوفوا الشكل ديالهم كي كيجيو رائعين ومفكعين. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. وضروري نحل معاكم وحيده. شوفوا بعدا الشكل ديالها كيفاش كتجي. شوفوا لي الوسط فيها القرقاع، فيها الزبيب، المهم رائعه. شوفوا معايا الطريقه. في بول غادي نوضع 2 البيضات يكونوا بحراره المطبخ، وضروري يكون الحجم ديالهم شويه كبير. غنضيف خبيثه ديال الملحه، واحد 7 الحبات ديال التمر، خديتهم وطيبتهم مع شويه ديال الماء وميكسيتهم ملي رطابوا. غادي نضيفهم عوض السكر. هاد 7 التمرات صراحه كيجيو الحلاوه هي هذيك في لي مافنز ديالنا. غادي نخلط المكونات بالفوي، وغادي نضيف عليهم واحد كاس ديال الزيت معامر. تقدروا ديروا حتى الزيت البلديه، انا هنا خلطت شويه الزيت البلديه مع زيت المائده. غادي نزيد هنا البوغي ديال القرعه الحمراء. حتى هاد البوغي القرعه الحمراء كتجي رائعه في هاد لي مافنز. طيبتها مع شويه الماء ومن بعد ميكسيتها. غادي نضيفها وغادي نخلط المكونات وندوزو دابا باش نضيفوا النواشف في الخليط ديالنا. هنا خدمت بالفارينه، يعني الدقيق اللي مستخرج من القمح ماشي الفورس. غادي نضيف كاس ونص بالضبط يكون مغربل. غادي نضيفو على 3 دفعات. ضفت هنا واحد الدفعه الاولى، غادي نخلط بالفوي، وغادي نزيد هنا واحد ساشي وحده ديال خميره الحلويات ومعلقه صغيره ديال القرفه، حتى هي كتزيد واحد اللذه وواحد النسمه زوينه لي مافنز ديالنا. غادي نخلط المكونات كامله، وغادي نضيف الدفعه الثانيه ديال الدقيق، وغادي نزيد عليها شويه ديال الكركاع يكون مقطع طريفات صغار وشويه ديال الزبيب، وغادي نعاود نخلط ونزيد الدفعه الاخيره. تقدروا ديروا غير الخليط ديالكم على دفعتين ماشي مشكل. واحد القضيه مهمه هو انه لي مافنز كيبغي القوام يكون شويه ثقيل ماشي خفيف، فغادي يبان لكم هنا شويه القوام ثقيل، ضروري من الشروط باش ينجح لكم المافنز ديالكم. صافي من بعد ما كنخلط الخليط ديالي غيكون واجد، غادي ناخذ ليمون اللي غادي ندير فيهم الخليط هكا، وغادي ندير الفران ديالي تيسخن من الفوق ومن التحت على 180 درجه. غادي نخليه بعدا يسخن مزيان على 200 درجه ولا 200 وشي حاجه على حسب الفران ديالكم. عاده باش كتنقصوا عليه وتخليوهم من الفوق ومن التحت كيطيبوا على خاطرهم، كياخذوا تقريبا 25 حتى ل 30 دقيقه كيكونوا واجدين. بالنسبه للتزيين انا اختاريت نزين بالزريعه ديال الكركاع باش يكون ان غابيل. جات حتى هي رائعه ولذيذه بزاف، خصوصا ملي كتحمر ديك الزريعه كتعطي واحد المذاق رائع. صافي درت لي مافنز ديالي يطيبوا. ها هنا وجدوه الشكل ديالهم تيجيو رائعين، المنظر رائعين، اما المذاق رائعين بزاف. لكن غنبغيكم نتوما تحكموا عليهم ان شاء الله ملي تجربوهم. نتمنى ان شاء الله البارطاج ديال اليوم من الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه.